السلام عليكم متابعينا الكرام، كنشكركم بزاف على التحفيزات ديالكم وعلى لي بارطاج والصدى الطيب اللي كنتوصل به من خلال الفيديوهات السابقه. اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم كيخلق جدال كبير. واش مسير ديال شركه او مسير مشروع ضروري يكون متخصص تقنيا في المجال ديالو؟ مثلا واش مول الطعام خاصو يكون طباخ، ولا مول شركه البرمجيات خاصو يكون بروغرامور؟ الجواب هو لا، وغادي نفسر لكم علاش. خلينا نبداو بمثال واقعي. ستيف جوبز ما كانش مبرمج محترف، ولكن نجح في قيادة أكبر شركة تكنولوجيا في العالم. علاش؟ لأنه كان عنده رؤية استراتيجية وعرف كيفاش يختار ويدير الناس المناسبين. المهمة الأساسية ديال المسير هي وضع الرؤية الاستراتيجية ديال الشركة، إدارة الموارد المالية والبشرية، اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وبناء العلاقات مع الزبناء والشركاء، وتطوير الأعمال وفتح أسواق جديدة. هذه المهام كلها ما كيتطلبوش معرفة تقنية عميقة، ولكن كيتطلبوا مهارات إدارية قوية. الحل الأمثل هو توظيف مدير تقني قوي، شخص عنده خبرة عميقة في المجال، كيفهم في التفاصيل التقنية، كيقدر يترجم الرؤية ديالك لأرض الواقع، كيدير الفريق التقني، وكيضمن جودة المنتج أو الخدمة. فأنت كمسير الدور ديالك هو تحديد التوجهات وتوفير الموارد، وهو كيتكلف بالتنفيذ ديالها. أعطيكم مثال واقعي من قطاع البناء. كنعرف مسير شركة ناجحة في البناء ما عمره ما خدم بناي أو لا مهندس، ولكن كيقرا المخططات بشكل عام، عنده عين خبيرة كتعرف تشوف جودة العمل، كيعرف يختار الطاقم المناسب من مهندسين وتقنيين وعمال مؤهلين، كيراقب تقدم العمل من خلال التقارير والزيارات الميدانية، كيتواصل بفعالية مع الزبناء والموردين. ما كيعرفش يخلط السيما بيديه، ولكن عنده تقنيين ومهندسين محترفين هما اللي كيقوموا بهذا العمل، والنتيجة كتكون شركة ناجحة وكتنجز مشاريع كبيرة بجودة عالية وفي الوقت المناسب. إذا كنتوا كتفكروا تبداو المشروع، ركزوا على تطوير المهارات الإدارية، تعلموا أساسيات المجال باش تقدروا تتواصلوا مع الفريق التقني، واستثمروا في توظيف مدير تقني يكون كفء، وبنيوا علاقات ثقة وتواصل مفتوح مع الفريق التقني. في الختام، نجاح المشروع ما كيعتمدش على المعرفة التقنية ديال المسير، ولكن على القدرة ديالو على القيادة وتكوين فريق قوي. فإلا عندكم شي أسئلة خليوها لي في التعليق، أنا راه إشارتكم. مع السلامة.